واحد هيجي يقول لي يا معلم انت جاي بعد يومين ما الماتش ما خلص وتنزل لنا فيديو تحليلي. اقول لك انت لو بتفهم كوره ان الماتش دوت ما ينفعش ان انا بعد الماتش على طول اطلع احلله لك. ماتش زي دوت يا معلم اتلعب فيه بخمس تشكيلات في ماتش واحد. انت ازاي كمدرب تقدر تتحكم في السكواد بتاعك وتعمل بيه ماتش زي دوت؟ ماتش مانشستر سيتي قدام ارسنال عايز يتدرس، عايز تجيب ايه، تعمل كورس كده تجيب كل المدربين وتعمل تجيب الماتش دوت تديهم كورس فيه. الماتش نص الشوط الاول تشكيله، نص الشوط الثاني تشكيله، الشوط الثاني ثلاث تشكيلات، ثلاث اساليب لعب. آه، انت فاهم حاجه؟ شفت المبدأ، شفت المثل بتاع سهيني وامسك؟ هو ده اللي حصل. المفروض انت دلوقتي عندك هالاند راس حربه وهتلعب عليه عشان تخلص الماتش زي ده. تيجي انت يا باشا تقوم مغفلهم بدي بروين، يعني اصلا الجول مش متوقع ان دي بروين هيشوط. الدفاع مش متوقع ان دي بروين هيشوط اول كوره اللي هي في الدقيقه 7 ديت، ما حصلتش. يعني دي بروين ما بيشوطش او بيعمل كده. دي بروين اغلبيه شغله صانع العاب. غفلهم. جه يا عم الشوط الثاني جي ستونز في اخر الشوط الاول بيو بالتشكيله الجديده، اما غفلهم جي ستونز ده لا بيجيب ولا بيعمل مدافع. جه اما غفلهم في جول، هو الواد حتى بيبص هو مش مصدق ان هو جول. سيبك من ان هو مش تسلل، هو ما كانش مقتنع ان هو جاب جول. يعني الارسنال لو اتفرجت لي على الماتش على الفيديوهين اللي فاتوا انا ذكرتهم ان هم مش ده الطبيعي بتاعهم ان هو يحصل اصلا. ولكن هم في طفره دلوقتي. هم في طفره وفي زهوه ان هم ما كانوش متوقعين ان هم يبقوا اول الدوري اصلا. هم اول الموسم بداوا قال لك احنا عايزين نخش شامبيون ليج، فلما يطلعوا اول دوري احنا بالارقام دلوقتي، بالارقام احنا نقول لك ان السيتي اعلى. لو كسبت الماتشين الجايين ليها السيتي كده خلاص هي اللي خدت الدوري. لا بس في امل، في امل لارسنال. يعني كلامي انا مش باجي على مشجعين ارسنال، لا في امل لسه الارسنال لو فاقوا، لو النزوه رجعت لهم تاني والحماس اشتغل عندهم تاني. مانشستر سيتي لعبت في الماتش دوت غير بقى الخطط وغير التشكيلات وغير ان انا احتجت يومين ثلاثه اتفرج على الفيديو وعلى الماتش كذا مره عشان اقدر اتكلم عليه، لان ده مش ماتش سهل الواحد يتكلم عليه في نفس الوقت. ساكا اتلعب بيه حرفيا، لعب على ذهنه. جوارديولا مسك العيال كان بيلعب على ذهنهم، يشتت لهم ذهنهم. انتوا هتلعبوا سريع انا هلعب لكم هادي، انتوا هتلعبوا عالي انا هلعب واطي، انتوا هتلعبوا ركنيات انا هلعب ايه مرتده. يعني اي حاجه المدرب الارسنال حاول يعملها قدام جوارديولا اعلن فشله. قال له يا ابني انت كنت الصايب بتاعي في يوم من الايام في بايرن ميونخ، انت كنت الصايب بتاعي، ما تجيش جنبي، بتيجي تنافسني تعمل راسك براسي. وكل كوم الجون الثالث المفروض ان هالاند هيستلم عشان يشوط، دي بروين قام مغفلهم تاني. يعني هم ما فوقوش من الخازوق الاولاني، قاموا واخدين الخازوق الثاني. تسلم يا عم دي بروين. او ثالث حاجه هالاند، مالك يا باشا؟ مالك ليه ما حدش مال عينك يا ابني؟ برغم ان انا عامل لك حلقه مخصوص بس لسه ما خلصتهاش يعني. مش هنزلها الا بعد ماتش ريال مدريد. مالك قلعت التوكه، سوسن قلعت التوكه هكت عليهم في ايه؟ رحت تزارف لك جن ايه؟ قلت هي جت عليا يا جدع قسما بالله. انا عامل لك فيديو ويعني ما نشوف ماتش الريال ده هيرسى على ايه وهنشوف هنكتب باسم الفيديو ايه. انا من وجهة نظري انت احسن لعيب في 2023. انت محطم ارقام، انت هادم احلام فرق تانية كتير. انت يا ابني بيتعمل لك رعب. جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل الماتش ما يبدا بيسالوه انت ازاي بتقدر تسيطر على هالاند؟ قال لهم هالاند خصمي، هالاند انا ما بعرفش الاحق عليه، هالاند عنده حماسه كرويه غريبه، هالاند عنده مكنه اهداف وحلم عايز يحققه، مش جاي يلعب كوره عادي مع الفريق. هالاند غشيم. هالاند من اصعب اللعيبه اللي انت ممكن تلعب قدامها وانت مش خايف. يعني اللعيب الوحيد اللي بيلوش بيجيب اجوان، بيلوش. هو مخدوم بمحرز، مخدوم بدي بروين، مخدوم ببرناردو، مخدوم، لعيب مخدوم وكل حاجه، بس هو ككائن لوحده يخرب الدنيا. وبعدين في ماتش ارسنال انت عندك محرز بره، فودن بره،
عندك برناردو بره، يعني 3 لعيبه لوحدهم اصلا يقوموا في فرقه. انت ايه؟ انت ازاي كمدرب قاعد معاهد دول وكسبت 4؟ امال لو كنت منزلهم من اول ماتش كان عملوا ايه في ارسنال؟ أما والله انا يعني انت لو بتشجع ارسنال حقك عليا، اعذرني في الكلام اللي انا بقوله، حاسس هو جارح، بس انت ما تاثرش بيه زياده عن اللزوم، عشان خاطر الكلام دوت ممكن ياثر في نفسيتك وياثر عليك بالتاثير السلبي. الفيديو كده خلص، واللي ما عملش لايك ينزل يعمل اللايك بسرعه، وهستناكم في الفيديو الجديد، ونحاول بقى نشغل القناه ديت عشان خاطر ايه، همتعكم كل يوم فيديو، كل ماتش فيديو، شويه معلومات انت ما كنتش تتوقعها او تعرف ان هي موجوده اليومين الجايين. والسلام عليكم.